بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. طب القلوب دواءها، وعافية الأبدان وشفاءها، ونور الأبصار وضياها. يا مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والهنا والسرور وكل حاجة حلوة على كل حبايبي ومتابعيني الكرام اللي اشتركوا في قناتي واللي لسه كمان هيشتركوا. أهلا بكم بفيديو جديد. النهاردة هعمل معاكم فيديو حلو جدا جدا وسهل وبسيط، من غير ولا فرن ولا تعب ولا مجهود ولا أي حاجة. بس يلا بسرعة هقول لكم أنا هعمل إيه. انا هعمل فطير مشلتت على الطاسه، سهل جدا جدا وبسيط ومش محتاجه تعملي فيه اي حاجه. يلا بسرعه اقول لكم على المكونات. بس قبل ما ابدا الفيديو، لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس للكل عشان كل ما انزل حاجه جديده توصلكم لحد عندكم. يلا بينا. المكونات بتاعتي زي ما انتم عارفين، الفطير مش محتاج حاجه، دقيق وميه وملح وسكر بس. كده كميه الدقيق اللي انا هشتغل بيها. عندي هنا معلقه من البيكنج باودر، دي هحطها لخليط التوريق اللي هقول لكم عليه بعد شويه بعد العجن يعني. معلقه من الملح ومعلقه من السكر. ودي كميه السمنه على زيت. ممكن تستخدمي سمنه بلدي، ممكن تستخدمي زيت بس، سمنه بس، ده اللي يريحك. انا خلطه الاتنين ميكس مع بعض. يلا بينا بقى نبدا. يلا بينا. كل حبايبي اللي غاليين على قلبي، انا حطيت الدقيق بتاعي في الحاجه اللي انا هعجن فيها. بحب اعجن في حاجه واسعه كده عشان اخد راحتي، عشان طبعا الفطير بياخد عجن كتير. عندي هنا الدقيق، عندي هنا السكر مع الملح بالشكل ده. بس كده، مفيش اسهل من كده. انا اقلبهم في بعض كده وانزل بقى بكميه الميه معايا واحده واحده، عشان زي ما انتم متعودين وعارفين طبعا كل دقيق بيختلف عن التاني. عشان طبعا الفطير بياخد عجين كتير، فانا هعجنها كويس جدا جدا وهرجع نكمل الفيديو مع بعض. بس ما تنسونيش في اللايك الحلو للفيديو. كل حبايب قلبي، رجعت لكم بعد ما عجنت عجينه الفطير حلو جدا جدا. ما حبيتش بس اطول عليكم الفيديو. انا عجنتها كويس جدا لغايه ما وصلت معايا للمرحله دي. شايفين العجينه حلوه جدا، عامله زي المطاطي كده. فهي دي عجينه الفطير معاكي اللي هتطلع حلوه ومورقه كده. تمام. انا كده هريحها بس 10 دقايق، مفيش غيرهم، ونرجع نقطعها مع بعض عشان هي هتستريح لسه معانا كمان تاني. كل حبايب قلبي، لغايه العجينه بتاعتي ما تستريح هنعمل سائل التوريق. هنجيب كده معانا الزيت، وهنجيب عليه دقيق، 3 معالق كبار من الدقيق، معلقه من البيكنج باودر. بسم الله الرحمن الرحيم. المعلقه دي حلوه جدا جدا، بتورق الفطير من جوه. انا عملتها قبل كده في الفطير اللي انا دخلته الفرن، بتديني نتيجه هايله كده. تمام. هي بقى المعلقه اللي كانت فيها بس كده هنرش عليها رشه من السكر بالشكل ده، رشه كده خفيفه يعني من السكر. كمان رشه من الملح. بس كده تمام. ونقلبهم في بعض كويس، ونحطهم واحده واحده هنا على سائل التوريق ده اللي احنا هنورق بيه الفطير. يلا يا كل حبايبي اللي وصل لحد هنا معايا من الفيديو، ما ينسانيش بلايك حلو للفيديو واشتراك في القناه وتعليق جميل من ايده، بيشرفني دايما دايما بالاشتراك. شايفين انا هقلبه بالمضرب عشان ميبقاش فيه اي تكتلات. بس كده تمام. السائل معايا تمام. بعد شويه ارجع نقطع مع بعض الفطير. كل حبايب قلبي، رجعت لكم بعد العجينه بتاعتي مستريحت. بسم الله الرحمن الرحيم. هقطعها على قد الفطيره اللي انت هتعمليها. شايفين العجينه بتاعتي بتمط معايا ازاي؟ هي دي بقى عجينه الفطير التمام كده. هقطعها كده قد البرتقانه. ممكن كده احط حته زيت صغيره عشان العجينه بتلزق، عشان طبعا هو لسه هيستريح معايا كمان شويه. كل ما تريحي الفطير كل ما يعطيك نتيجه زي الفل. هقطع كل الكميه معايا بالشكل ده واسيبها لما تستريح من ربع ساعه لنص ساعه، ونرجع مع بعض نفرد اسهل فطير مشلتت ممكن تعمليه. كل حبايب قلبي، رجعت لكم بعد ما ريحت العجينه بتاعتي بالشكل ده. كنت قطعتها وحطيت على وشها شويه من الزيت مع السمنه عشان ما تنشفش معايا. كده قطعوا شويه حلوين ما شاء الله معايا. كده هشيل انا دي كده، هاخد دي على جنب دلوقتي واشتغل معايا دي. هاخد اول واحده انا عملتها، هدهن الرخامه بتاعتي حبه صغيره من الزيت كده
واشتغل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين سهله جدا وبسيطه، والعجينه بتتفرد معاكي بكل بساطه وكل سهوله، سهله جدا جدا جدا. وخلي العجينه معاكي متخليهاش رفيعه قوي عشان تبقى مورقه من جوه حلوه. شايفه العجينه بتمط معايا ما شاء الله، حلوه جدا جدا. تمام كده تمام. بصوا انا كده هنا معايا السائل بتاع التوريق اللي احنا عملناه مع بعض، هحطه كده عليها بالشكل ده وادهنه. ما تكبريش الفطيره اكتر من كده معاكي عشان تطلع معاكي مورقه زي ما قلت لك. لازم كل السائل هنا ياخد كل الاطراف معايا كده. تمام كده تمام. بس كده، مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. بصوا الطريقه وسهولتها اهو هنا، وقصادها كمان كده، كمان التانية قصادها كده. تمام تمام. هاخد بقى الجزء ده كمان، وكمان الجزء ده، والجزء التاني ده، واسيب الجزء الكبير ده ما اقطعوش. شايفين؟ تمام. هدخل بدي كده ثواني كده، وهدخل بالعجينه التانية كده، ودي التانية كده. في ابسط ولا اسهل من كده؟ مفيش طبعا. اهو، والفها كده وادخلها على العجينه دي، الفها بيها كده. تمام كده تمام. واخدها معايا كده واركنها على جنب لغايه ما تستريح معايا، واشتغل في واحده تاني. اعمل كمان معاكم واحده. كل حبايبي جبت الاولى اللي استريحت معايا اهي بالشكل ده. بس مفيش اسهل من كده اهي. اركنها كده على جنب واعمل التانية قدامكم بالمره اهي. بتتفرد معايا بكل بساطه. يلا بقى نروح على البوتاجاز نسوي دول، وانا هكمل مع نفس الباقي وارجع. حبايب قلبي انا هنا سخنت الطاسه وهديت النار بعد ما سخنتها، وهدينا دهنه كده خفيفه، وهحط عليها الفطيره بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيبها بقى كده حبه صغيره بس، وهوريها لكم على طول عشان هي هنحتاج ان احنا نقلب فيها كل شويه، عشان نسيبها لما تستوي على جنب واحد، لا اول ما تشد معانا هنقلب فيها كل شويه. كل حبايب قلبي اهي الفطيره شدت معايا شويه، هقلبها الناحيه التانيه. شايفين الجمال؟ هدي كمان النار عليها شويه تاخد راحتها خالص في السوا عشان تطلع معايا مستويه من جوه مستويه من بره كمان. كل حبايب قلبي بقلب فيها كل شويه لغايه ما وصلت معايا بالجمال ده. شايفين اللون والحلاوه؟ شايفين الجمال بتاعها؟ تحفه. هي كده استوت معايا بالتمام بالشكل ده. شايفين الفطيره؟ حكايه. يلا بقى هنا نعمل واحده كمان كده زي ما عاملين. هندهن بس كده الطاسه بالشكل ده دهنه خفيفه، ونهدي النار عليها شويه. زي ما قلت لكم لازم تهديد النار عشان تطلع معايا مستويه وحلوه. حبايبي هعمل معاكم واحده كمان اهو. شايفين؟ زي ما قلت لكم اول ما تشد معايا اروح قلباها، ما اسيبهاش لما تحمر على الاخر، لا تشد معايا واقلبها، وهفضل هكذا طول الوقت لغايه ما اخلص كل الفطير اللي معايا بالشكل ده على نار هاديه. وهو والله ما بياخد وقت خالص غير وقت التسويه بس، وارجع لكم بعد التسويه ان شاء الله. ورجعت لكل حبايبي بعد ما خلصت فطير الطاسه السهل البسيط ده. شايفين الجمال؟ حاجه كده خرافه، حلو جدا جدا جدا، هيعجبكم كتير. انا رشيت عليه حبه كده من العسل بالشكل ده، وقطعت شويه هنا. تعالوا بقى اوريكم التوريقه بتاعته. بسم الله ما شاء الله. شايفين توريقته؟ تحفه. سلام يا سلام بقى، ما تحطي كده مع العسل او الجبنه. شايفين التوريقه؟ هايله هايله هايله، وسهله جدا وبسيطه، مش محتاجه اي حاجه خالص. شايفين كل حاجه فيه تحفه تحفه. قولوا بقى لو عجبكم الفيديو، عجبتكم الطريقه، بصوا لايك للفيديو، اشتراك في القناه،
وتفعلوا الجرس للكل يوصلكم مني كل جديد. ألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.